مساء الفل. امبارح في شوية قرارات طلعت كده مؤتمر صحفي وشوية هري كده. هو استقالة مرتضى منصور وأحمد وأمير. طيب أول حاجة، مرتضى منصور ملوش صفة وجودية في نادي الزمالك دلوقتي علشان هو يستقيل. هو معزول فملوش ثقة، يعني ملوش أي صفة خالص إن هو يستقيل. ده رقم واحد. رقم اتنين، أمير ملوش برضو أي صفة في مجلس الإدارة. هو راجل متعين مشرف على الكورة بقى، مدير كورة أي حاجة يعني، بس يعني ملوش صفة في مجلس الإدارة. واحمد هو متعين في مجلس الاداره ومشرف على العاب الصالات اللي هو اللي خربها، وملوش اي صفه يعني جماهيريه يعني ان هو يستقيل يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت دلوقتي ايه الانهيارات اللي هتحصل لما التلاتة دول يمشوا؟ يعني احنا في انهيارات ايه اكتر من كده هتحصل يعني انا مش شايف اي انهيارات هتحصل، ولا امير في انهيارات هتحصل، ولا احمد ده مصلحه ان هم مشيوا، ومرتضى منصور برضه مفيش اي مشكله في ان هو يمشي يعني. مجلس او قناة الزمالك طالعة بتولول وان الزمالك هينهار والكرة المصرية هتفقد الزمالك، وهنهبط بقى دوري درجة 7 نلعب مع اسمنت كوكاكولا او اي حاجة يعني. يعني هننهار ليه؟ ايه وجه الانهيارات اللي هتحصل يعني؟ ومش هتلاقوا فلوس، وهاتوا بقى شوف مين هيدفع للمدير الفني الاجنبي وكلام كتير كده. طيب مين كان بيدفع قبل كده للناس دي؟ يعني قبل انت ما تيجي مش كنا بنجيب برضه مديرين فنيين، وكنا بنجيب لعيبة، والنادي كان ماشي بقاله 100 وشوية سنة ماشي. هو كان ماشي بحاجة وانت بحاجة تانية. مش عارف بصراحة. تاني حاجة يعني، حاجة بقى تانية مهمة برضه، يعني ان انت اللعيبة اللي انت جبتها، بن شرقي بقى وفرجاني ساسي والهيصة اللي كانت جاية دي كلها، دول جم فلوس تركي الشيخ. هتقول لي لا ده في صفقات دخلت في بيراميدز ومش بيراميدز. بص اقول لك حاجة، مين عاقل يشتري الشناوي ب50 مليون جنيه؟ مفيش حد عاقل يعمل كده. مين تاني واحد عاقل يشتري علي جبر بحاجة و40 مليون جنيه؟ يعني الاتنين مثلا عاملين 100 مليون جنيه. مفيش. انت لو عرضتهم كده في الدوري، خدوا يا جدعان هنبيع الاتنين لعيبة دول، مش هيجيبوا لك 30 40 مليون جنيه، اتباعوا ب 100 مليون جنيه. فدي مصلحة، يعني دي اتعملت سبوبة كده ومصلحة يعني ايه على الراجل يعني. وسواء بقى برضاه بقى بكيفه ومش بكيفه، يعني ايه الراجل دفع 100 مليون جنيه في الاتنين لعيبة دول. طيب انت ايه بقى انجازاتك الشخصية بقى؟ ماشي. مصطفى فتحي معرفتش تجدد له، ولما نزل مصر معرفتش تجيبه. ده أول فشل يعني. مصطفى محمد معرفتش تخليه يقعد من قبل مجلس المعين، يعني هو اتباع في مجلس معين، لا قبليها. تمام، معرفتش تقعده. مروان حمدي اللي احنا صحينا من النوم مروان حمدي مش موجود، يعني صحينا كده ده الراجل ده اتباع خلاص المصري، هو راح مرة واحدة خلاص كده مع نفسه. إمام عاشور، الصفقة المثيرة للشبهات يعني دي، ما تعرفش تتباع ليه. معرفتش تجدد لبن شرقي، معرفتش تجدد لفرجاني ساسي، معرفتش تجدد لأبو جبل، معرفتش تجدد لطارق حامد. تعال أقول لك حاجة، هو الأهلي ما عندوش لعيبة بتفاوضه؟ يعني الأهلي لما يقول للعيبة جدد يقول له حاضر 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 ويمضي على طول؟ لا، مفيش لعيب بيعمل كده. كل اللعيبة بتقعد وتتشرط وتشوف الفلوس اللي هي عايزاها والإعلانات اللي هي عايزاها، وبعد كده يمضوا. مفيش حد بيمضي كده على الأبيض زي ما الناس بتقول، غير لما لعيب مثلا ايه مخلص بقى حاجة و30 سنة، خلاص بقى آخر تجديدة ليه قبليها، يعني مش حدش هيلعب، مش حدش هياخده، هيتمرمط فبيمضي يعني. وال... والدليل على كده ان مثلا ايه الايام دي مثلا حسين الشحات مش موافق ان الاهلي ياخد 10% من الاعلانات اللي هو بيعملها. وفي حاجات من دي كتير يعني، ممكن لعيب يقول له لا انا هديك 10، لا ادي عايز 12. ما بيطلعوش يشرشحوا للعيبه ويقعدوا يقولوا لهم انت مين انت، ولا هي دلوقتي الكوره فلوس ولازم يكون في تفاوض. لكن مش اي حد يطلع يقول لك قدرني او اديني فلوس تقول له امشي انا مش عايزك. مفيش حاجه في الدنيا كده خالص دلوقتي، الكلام ده كان زمان. دلوقتي كله فلوس. فمفيش انهيارات هتحصل، مفيش اي خلل هيحصل. هيجي مجلس اداره تاني هيعرف يتعاقد مع رعاة تانيين، هيجيب فلوس تانية، هيظبط النادي تاني. لان مفيش اكتر من اللي احنا فيه. احنا مش عارفين نكسب بروكسي. بروكسي بتعمل معانا ماتش. يعني مفيش انهيارات اكتر من اللي احنا فيها دي خالص خالص. وفكرة ربط مرتضى منصور بانهيارات الزمالك، يعني انا مش عايز اقول حاجة قبيحة يعني، بس دي قلة ادب يعني، قلة ادب خالص يعني. ولا اي حاجة هتحصل. ده مصلحة ان احمد امير مشي كمان من العاب الصالات. اليد اللي احنا كنا متسيطرين بيها فشلت. كله خربان خالص، مفيش غير الطيارة اللي مسكت نفسها شوية.
غير كده هو يعني هو هايص بالطايرة يعني، اللي عملت موسم السنة دي موسم حلو. غير كده مفيش أي حاجة خالص. أمير بيجيب لك لعيبة أنت متعرفش اللعيبة دي جاية منين، ولا بيعملوا إيه، لبس، كلهم لعيبة لبس بالصلاة على النبي يعني. فمفيش أي انهيارات، ده مكسب. نجيب بقى ناس فاهمة كورة، ناس محترمة بتعرف تتكلم، ناس تعرف تحافظ على حقوق النادي، ناس تعرف تعمل استقرار، مش كل شوية حد يستقيل، حد يتحبس، حد مجلس معين. لا احنا عايزين هدوء شوية، عايزين ناس تعرف تفكر. في ناس كتير على فكرة، البلد والزملكاوية ما خلصوش على 3 4 أفراد موجودين في البلد يعني. فإن شاء الله خير بإذن الله. شكرا.